صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو. متابعيني الحلوين، النهارده بقى تاني يوم في مطروح ورحنا شاطئ الهنا. شاطئ قريب جدا من شارع اسكندريه، 10 دقايق بالظبط لو انت راكبه حاجه، بتاع تلت ساعه او ربع ساعه لو انت ماشيه على مهلك عشان تروحي الشاطئ. شاطئ حلو ونضيف، والمكان حلو كمان، ورملته واسعه لو الناس حابه. في ناس بتحب تلعب على الشاطئ مثلا راكت تلعب كوره. المكان حلو جدا وسعره كمان كويس. الاربع كراسي او الخمس كراسي بترابيزه وشمسيه 150 جنيه. حبيتي تزودي شمسيه كمان بياخد فرق 100 جنيه، معرفش ازاي، بس هو يعني كان لما احنا حبينا نزوده شمسيه قالك الشمسيه فرقها تاخدي شمسيه بس ب 100 جنيه، بس الاربع كراسي او الخمس كراسي وبترابيزه وشمسيه 150 بيدفعوا. الشاطئ قريب قوي زي ما قلت لكم من شارع اسكندريه. الناس اللي حابه ان هي تروح شواطئ نضيفه قريبه من شارع اسكندريه روحوا شاطئ الهنا، حلو جدا وميته حلوه ونضيفه. كانك طالعه كده على الشاطئ او ناحيه الفيروز. هو هناك الشاطئ اسمه شاطئ الهنا. هي الفيديو وان شاء الله الشاطئ هيعجبكم للناس اللي هي بتدور على شواطئ كويسه في مطروح غير خط كليوباترا والأبيض. ولو الأبيض عالي ممكن تروحوا الشاطئ ده في اليوم اللي فيه الأبيض عالي، عشان في ناس كتير بتبقى رايحه عشان الأبيض. هو ميته حلوه جدا زي الأبيض. احنا كده رايحين كده على الشاطئ. يلا بقى، لو اول مره بتشوفي الفيديو بتاعي واول مره قناتي بتصادفك، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي حاجات كتير متنوعه بنزلها، ولو انتي مش متابعيني على الفيسبوك تابعيني. ويلا بقى كومنت حلو منك يشجعني. كده بقى وصلنا قدام الشاطئ، لان الاتوبيس بينزلنا قدام المكان اللي احنا هنقعد فيه. بصوا بقى المكان واسع ورا البحر. الشاطئ حلو صراحة، ورملته كمان واسعة كده لو حد حابب يلعب. نزلوا كده بقى من الاتوبيس ودخلنا بقى على الشاطئ. الشاطئ كله صف واحد شماسي. لو رحتي بدري طبعا هتقعدي قدام، لو بعد كده الدنيا بتزحم بيعمل صف تاني وصف تالت. بس ده ميزة بقى البحر، انك تروحي بدري تستمتعي بقى زي ما قلت لكم بالبحر بدري. تقعد صف اول لو معاك اطفال، تبقى قاعد كده البحر قدامك، بتقعد قاعدة حلوة لحد مثلا الساعة 11. بتروح بدري بيبقى فيه مساحة ان انت تروحي ترتاحي وتنضفي الهدوم وتريحي شوية وبعدين تنزلي تخرجي. غير بقى لما بتروحي البحر متأخر وتروحي وما بقاش فيه وقت، لان في المصايف الوقت بيجري وبيعدي بسرعة جدا. كده بقى انا داخلة على المية. هما دخلوا بقى قعدوا على كل واحد بقى معروف ترابيزته، وكل عائلة ليها مكانها. صراحة الشركة كانت ملتزمة جدا. المشرف بيخش يقعد الناس ويشوف بقى لو انت محتاجك حاجة عايزة حاجة، المكان مش عاجبك مش مبسوطة للمكان، فبيشوف بقى لو انت المكان الترابيزة اللي انت قاعدة عليه مش عاجباكي فبيغيره لك، بيعملك كل حاجة. بصوا بقى مية البحر زي الأبيض بالظبط. بصوا بقى ده كان الأبيض يوميها الريح كان عالي فيه وكان الموج عالي، كنا المفروض نروح ما رحناش. ودانا بقى الهنا، ميته حلوه وزي الأبيض بالظبط، وقريب جدا من شارع اسكندريه. انا لو رحت مطروح تاني هروح الشاطئ ده، لان انا اول مره اروح الشواطئ اللي هي على خط الكورنيش. الجو فيها بصراحه اليوم ده كان حلو جدا والناس انبسطت في الشاطئ، وكان الشاطئ حلو قوي. ده كده كان بعد الظهر، كان بقى الشاطئ اتزحم وبدأت بقى الناس بقى ايه تبقى في الشاطئ كتير، عشان كده بقول الناس تروح بدري. كده بقى خدنا بقى صور كده على الشاطئ الصبح. بقى اول ما رحنا كان الشاطئ لسه فاضي، فتاخدي بقى صور براحتك، تقعدي براحتك، تشربي كوبايه شاي كده على البحر براحتك. الميه كانت تحفه وكانت جميله، الميه كريستال بجد بجد في البحر. بس ما نزلتش بقى بالتليفون علشان البحر ده فيه امواج، فما ينفعش بقى ان انا انزل فيه. روحنا بقى كانت على الساعة 4:15 كنا في البيت، لان الباص بيجي ياخدنا من الشاطئ الساعة 4، وبرضو الناس كانت ملتزمة. يعني لو اتأخرنا ممكن نطلع 4:15، بس احنا طلعنا بدري لان احنا كنا قريبين
ودي ميزه بقى ان يكون في التزام، تروحي البحر بدري وتروحي بدري، ان انت عندك مساحه تعملي حاجات كتير بقى لما تروحي، لان مش هتروحي بس بحر بس وتقعدي في البيت. فكان بقى في مساحة ان انتي تروحي وتغيري وتغسلي الهدوم وتتغدي وتريحي شوية وتنزلي. دي ميزة بقى ان انتي تروحي البحر بدري وتروحي في وقت بدري، لان انتي اخدتي الوقت الصبح الحلو، زي ما هتروحي الوقت اللي بعد العصر، اللي هو الوقت الصبح، اللي هو من 9 او من 8 لحد الساعة 11، ده حلو. والوقت اللي هو من 3 لحد 7 برضو ده حلو، بس بتاع الصبح افضل. دي كده عماير في شارع اسكندرية بتتأجر ايجار. كل العماير اللي انتوا شايفينها في شارع اسكندرية دي بتتأجر، الناس بتأجرها في ب750 وفي ب1000، مش كله، وفي ب500، مش كله برضو، على حسب الايام. كده دخلنا الشارع ده. دخلنا بقى الشارع بتاع قرية كمانة، قرية المشويات والأسماك واللحوم وكل حاجة، كل حاجة فيها أكلات عربية بصراحة حلو جدا. ما بروح مطروح واحب ان انا اكل اكله كده حلوه، بروح عند قريه كمانة دي. لو حد حابب ان مثلا عايز ياكل اكله كويسه يروح عند كمانة، حلو قوي قوي بجد. انا رحت عند كوكو العربي ما عجبنيش بصراحه. كملنا بقى كده في شارع اسكندريه وطالعين على الكورنيش. بصوا بقى كده، دي العماير دي كلها ايجارات في شارع اسكندريه. كل العماير في شارع اسكندريه دي كده ايجارات. احنا كده كنا نازلين متاخر شويه، ما نزلناش بدري علشان نعرف نمشي. انما احنا لو كنا نزلنا بدري مثلا على 8 9 او 10 الدنيا بتبقى زحمه بطريقه فظيعه، لا بتعرفي تتمشي ولا تعرفي تستمتعي باي حاجه. انما كده بتبقى في ناس معقوله. كده كانت على الساعه 12 نزلنا. لما تيجي تنزلي وعايزه تتمشي في مطروح وانتي في الصيف، انزلي على 12، ما تنزليش قبل كده. قبل كده بيبقى الجو صعب جدا وبتبقى الناس زحمه، بيبقى الناس بقى اللي بيشتري حاجته واللي بيتفسح انما تبقى في ناس سهرانه بس مش كتير. مطروح اصلا ما بيقفلوش خالص، ما بيقفلوش نهائي خالص. ما فيش محلات بتقفل، الا ممكن يقفلوا على 5 6 الصبح، يريحوا ويرجعوا يفتحوا تاني مثلا على الساعة 12. في ناس اللي هي مثلا بتقفل بدري بترجع تفتح مثلا على 12. هنا بقى رحنا كده الملاهي على الكورنيش عشان بقى مرجح الأستاذ آسر. بصوا بقى الناس واقفة تتصور مع التماسيح والتعابين والنسناس، كان غلس غلاسة. هتشوفوا برضو دلوقتي كل حاجة في الفيديو. دي كانت يومنا، وكان قضينا بقى يوم حلو، ورحنا البحر بدري ورجعنا بدري عشان ننزل ان احنا نتمشى ونتفسح، مش نروح البحر ونرجع مهدودين. ان انت تروحي مصيف ان انت تتفسحي، مش ترجعي مهدودة وتنامي بسبب ان انت رايحة البحر متأخر ووقت بيضيع منك. الملاهي دي فيها كافيه على البحر على طول، تبقي قاعده كده شايفه الميه حلو. اول ما تطلعي كده من شارع اسكندريه بتلاقيها كده على طول في وشك الملاهي دي، وفيها كافيه. التمساح عايز يجري، قال له اسكت واقعد ساكت، قعد ساكت ما اتحركش من مكانه. الكافيه مكانه حلو، بصوا كافيه عامل ازاي حلو. لو معاكي اولاد بقى وعايزه تسيبهم يلعبوا وبعدين انتي تقعدي في الكافيه، حلو، القعده بتاعته حلوه. العربيات اجروا بقى عربيات هم وباباهم وركبوا بقى، قعدوا يسابقوا بعض. قضينا يوم حلو، وبعدين طلعنا بقى ايه على فتح الله نجيب حاجتنا. تروحي اي مكان اي فسحه تروحيها لازم تستمتعي. لو في حد بقى بيعمل نكد، اكيد بيحصل يعني، بيعمل مشاكل، حاولي ان انتي تتجاهلي كل ده علشان تستمتعي وتخلي اللي معاكي كمان يستمتع، ولادك وجوزك. لو انتوا طالعين عيله
الرحلات اللي زي كده ما بتتعوضش، انت تطلعي وتدفعي فلوس عشان تتنكدي، لا لازم تستمتعي بكل حاجه. احنا كمان السنه دي ما مشيناش على الكورنيش كله، كنا بنركب الطفطف ب5 جنيه، هو الكورنيش صغير بتاعهم، وتمشي بقى على الكورنيش تروحي تاكلي ايس كريم في البوسيت. بس احنا عملنا حاجات تانية، يعني السنه اللي فاتت عملنا كده، فقلنا السنه دي نغير، عملنا حاجات تانية غير اللي عملناها السنه اللي فاتت. طلعنا بقى كده من الملاهي وتمشينا بقى كده على الكورنيش شويه لحد فتح الله. اول ما تطلعي بتلاقي الفلاح ده اللي فرعه عندنا في اسكندريه الاصلي فاتحين هناك. وطول ما انتي ماشيه بقى كده على الكورنيش ملاهي وكافيهات زلابيا وسندوتشات وحاجات حلوه وكل حاجه على الكورنيش مليان. مش زي عندنا في اسكندريه الكورنيش بيبقى بتشوفي البحر برضو شويه، لا هم عندهم الكورنيش عندهم كله بنفس الطريقه كده، كله عليه كده ملاهي وكافيتريات والمطاعم كده. بقى رايحين على فتح الله بقى، تروحي فتح الله مثلا. انا اول يوم طبعا كنت واخده حاجات من البيت من عندي من اسكندريه، علشان عارفه ان انا هوصل هبقى تعبانه وننزلوا بقى البحر وكده. تاني يوم بقى قلت بقى في فرصه وانا خارجه بقى اجيب بقى الحاجات اللي بتجيبي بقى. ما باخدش حاجه من اسكندريه، هشيل على ايه؟ ما كل حاجه هناك بالعكس، هي الحاجه هناك احلى ورخيصه برضو عن عندنا، والسوق موجود وكل حاجه موجود. نخش فتح الله بقى، بنجيب ميتنا، بنجيب الجبنات بتاعت الصبح، بنجيب عصير، بتجيبي عيش مثلا فينو، بتجيبي بقى اللي انتي محتاجاه. فتح الله فيها كل حاجه جوه. لو عايزه تجيبي مثلا صدق، كبده، اي حاجه. خلاص بقى جبنا حاجتنا وروحنا كده بقى العماره، وصلنا عندها كانت الساعه 4 الفجر. عبال بقى ما خلصنا. العماره اللي احنا كنا قاعدين فيها حلوه جدا ومكانها حلو، الموقع بتاعها حلو قوي تحت مطعم بيت العز، كان طول الوقت الريحه طالعه علينا فظيعه. ده كان بقى يومنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.